إذا كان بداية دخول السوريين دول لمدينة دمياط كان هدفها البرولوس وعزبة البرج أساسا. البرولوس وعزبة البرج يا سادة اللي هي المواني بتاعت الصيد اللي بتطلع منها المراكب بتاعت الهجرة غير الشرعية بحسب روايات السوريين نفسهم على مواقع دولية، حتى شوف كده في السكرينات دي. وعلشان يقدروا يلاقوا فرصة للهجرة فكانوا بيكونوا في الانتظار بالقرب من البرولوس وعزبة البرج، فكان لازم شغل وإقامة، وما كانش في شغل متاح بالقرب من المواني غير في الموبيليا وبشهادة السوريين، فتعلموا تقنيات صناعة الأثاث من المصريين لأنها ما كانتش موجودة عندهم في سوريا بنفس المهارة والحرفية المصرية. هنا هيفضل السؤال، إيه اللي اتغير فجأة في حياة السوريين علشان يفتحوا ورش ومصانع فجأة بعد ما كانوا شغالين بأقل اليوميات، وبدل ما يكملوا رحلة الهجرة لأوروبا اللي وصلوا علشانها عزبة البرج والبرولوس؟ بحسب روايات أصحاب المهنة إنه السوريين كانوا شغالين صبيان وصنايعية درجة تانية تحت إيد الضمايطة في الورش، وفجأة اشتروا الورش اللي بتقفل وبقوا أصحاب مصانع كمان. الكلام ده كله حصل في شهور، وما بين شغلهم بإيديهم وما بين بضاعة مستوردة بتجيلهم على ورق شركات استيراد وتصدير مصرية بس مش بتاعتهم، ابتدوا يبيعوا بأسعار أقل من التكلفة وبكتير كمان. مع الوقت ابتدى أصحاب الورش يسألوا عن نوع الخامات اللي بيشتغل بيها السوريين في الصناعة وعن مصدر الفلوس اللي بيشتغلوا بيها برضه. أصل في التجارة والصناعة الأمور بتكون محسوبة بالتكلفة، يعني اشتريت ب10 هتبيع ب11 ب12 ب13، بس اشتريت ب10 ما ينفعش تبيع ب8 ولا ب9، كده الحسبة يبقى فيها حاجة غلط. وبما إن أهل مكة أدرى بشعبها فكان لازم أهل المهنة بدمياط هم اللي يحكوا الحكاية. فلما اتسألوا عن القصة دي كانت الإجابة كالتالي: قالوا إن السوريين مبدئيا مش مساويين للضمايطة في الحقوق والامتيازات. السوريين مفيش عليهم رقابة ولا مسجلين نفسهم ولا بيدفعوا ضرائب ولا تأمينات ولا تراخيص، ولا الحكومة تعرف عنهم ولا عن شغلهم حاجة، ولا معروف لهم محل إقامة، لأنه في الغالب الشقق المستأجرة دي ما كانتش بتتسجل. فهو كلاجئ بياخد باليمين دولارات وبالشمال مصري وهو مش متشاف ومحدش يعرف عنه حاجة. هل في عندك تنسيق مع المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين علشان تعرف المتسجلين عندها؟ ولا زي لبنان كده بترفض مشاركة البيانات؟ والنتيجة لاجئين سوريين مسجلين بلبنان وهجوم مصر فتحوا مشاريع وحولوا دولارات غير معلومة المصدر ومقضينها القاهرة بيروت. بالمناسبة المفوضية بتدفع في لبنان دولارات كتير، ومقابل كل الهبر ده بقى اللي بياخده اللاجئ باليمين والشمال نلاقي الدمياطي صاحب الارض بيدفع ضرائب بانواعها، بيدفع ارباح تجاريه وصناعيه وضرائب على الانتاج وعلى المبيعات وضريبه قيمه مضافه وغيرها من تامينات على العمال ورسوم تراخيص وخلافه. فالطبيعي انه تكلفه السوري تكون اقل من تكلفه الدمياطي وبكتير كمان. وده على فرضيه ايه؟ على فرضيه التساوي في جوده الاخشاب والخامات المستخدمه في الصناعه. موظفين الحي والتراخيص والضرائب والتأمينات أو أي جهة رقابية بيعدوا على الدمياطي ياخدوا إيه؟ حق الدولة، ما بيسيبوهوش، بياخدوا حق الدولة تالت ومتلت. ولكن على الناحية التانية محدش بيقرب من ورش السوريين خالص، يمكن بس اللي بيعدي عشان يطمن على صحتهم أو يدحرج التماسي. على فكرة ده مش بيحصل في دمياط بس، لا ده ترند في كل مكان. يعني انا شخصيا سمعت الكلام ده من صاحب مصنع سوري في مجال ادوات النظافة، تحديدا الكلام ده كان في شتاء 2016. قال لي كده بالنص: لما بتعدي الحكومة عليا بطفي المكن واخبي العمال واشغل لهم الدمعتين واحنا غلابة ومهجرين وطمعانين في كرامكم. فالراجل بيصعب عليه حالي وبيسيبني ويمشي، حتى كوباية شاي ما بيرضاش يشربها عندي، ولا بياخد مني ابيض ولا اسود.